سلام حبيباتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جيت نطلع لكم بهذا الفيديو، جبت لكم وصفات يعني بسيطه سهله وافكار هكذا باش يعني تساعدكم في المطبخ. كما راكم تشوفوا هذا هو فطورنا تاع اليوم الثالث تاع رمضان. وراكم تشوفوا درت هنا شربه فريك مع المقبلات، شويه زيتون، شويه كورنيشون، والسلطه يعني سلطه بسيطه عاديه زروديه، والسلطه تاع الخس ومع الطوماطيش، البصل، البسباس، وشويه زيتون، وشويه تاع المايونيز هكذا باش تفتح لهم خاطرهم. وبيان سور عصرت لها القارص باش تكون يعني عصروا القارص باش تفتح لكم خاطركم مع البصل. ودرت هذوك لي ميني تاكوس دوك تشوفوهم معايا. وهنايا درت الشطيطحه. هذا التاكوس كان عندي في المجمد في الحقيقه، كنت الاوراق هذوك مطيبتهم، عمرتهم بلا فاخس اللي عمرت بها البوراك دوك تشوفوها معايا. وكنت درت شطيطحه يعني بالحميصه، حاجه سهله بسيطه. وهاوليك البوراك تاعي اللي كنت خدمت معكم، الاوراق تاع الديول، واللي جاو نقول لكم يجوا خفاف ويجوا كما قلت لكم يجوا مقرمشين كما كنت تسمعوا، ويجوا خفاف على المعده، قد ما تاكلوا منهم ما تشبعوهم، يجوا فريمون ولا غير هايلين، ماشي كيما هذوك تاع الكاشتي اللي فيهم يعني ريحه اغيركو. هذوك يجوا فيهم ريحه القروصه وخشان وثقال على المعده وماهمش حاجه صحيه كيما الحاجه اللي ديريها بيديك. هنا نشارك معكم الوصفه تاع شطيطحه هكذا على السريع، مانيش حابه ناخذ لكم من وقتكم، هكذا نعطيكم برك افكار باش تجيكم هكذاك شابه وتجيكم حمراء وتجيكم خاتره وملبيه. واللي ماشي موالف يحب شطيطحه ما يولي يحبها يموت عليها. هنا نوري لكم هذا الفلفل اللي خدمته معكم، اللي كنت دايرته في المجمد، اللي نقول لكم يجي ما شاء الله غير تجبدوها يعني تولي هكذاك كريميه. درت هكذاك حوالي مغرف ونص تاع فلفل، ماهوش حار. درت 4 مغارف زيت، درت الحرور تاع النافسه اللي هو يعطي البنه في الشوربه، يعني عنده فرق كبير كي ديروه وما ديروش. ودرت انا ندير دائما طوماطيش تاع الحب صغيره، حبه صغيره تاع البصل ولا نقولوا نص حبه. ودرت الثوم، هذوما نديرهم كيف كيف نحيهم في الاشواق، ولا تحبوا تسكرفجوهم يعني في الرقيق باش يجوكم هكذا ملبيين، باش تجيكمش هذاك شلخ تجيكم ملبيه وتجيكم كي الحرير. ودرت هكذا تشوفوا على راس المغرف تاع السمن يعني الدجاج يحب السمن، يطيروا بزاف بالنشابه وشويه ملح فلفل الكحل ورشه خفيفه تاع القرفه. هذا ما كان. وديروا العكري الحار ولا ترمونها راس حار كيما حبيتو. يعني زمان كنا ندرسو الحار مع الثوم وشويه ملح، ندرسوهم في المهراز، نشمخوا هذاك الحار تاع الفلفل دريس بالماء السخون، قطروه ونديروه مع سنيات الثوم، ونديرو الملح ندرسوهم الملح باش ما يقعدش يطاير عليكم هذاك الماء، يشرب لكم الماء. ونديروا لها شويه تاع الكمون، ما نديروش في التقليه، نديرو يعني في وسط الطياب. بعد ما نخليها تتقلى حوالي 4 ساعات، تتقلى مليح على نار قليله، نمرقها بالماء تاع الحميصه انا دائما نطيبها في الماء، يعني تكون في المجمد، نشللها نديرها في كسرونه طيب ونمرق بها بالماء تاعها باش تعطيني البنه وتعطيني المعادن. وخليتها طيب. هنا جيت للخبز كما شفتوا، درت دقيق 2 كيلات تاع دقيق، ودرت الملح والماء دافي، ومن بعد من هيك في الفنجال درت الخميره والسكر، مغرف خميره، نص مغرف تاع السكر، شويه ما دافي، تخلوها تطلع وراكم تعجنوا في الخبز تاعكم. من بدتو غير تشوفوها طلعت دارت لكم الرغوه هذيك الخميره، تروحوا تبداو تدخلوها في العلبات تاع في العجينه، وديروا لها شويه زرارع، ديروا السانوت، حبه الحلاوه، تحبوا ديروا الجلجلان، يعني هادو باش يعطوها البنه. ونقطعهم هكذاك على 3 باش يجوني ساهلين. كي نشوفهم خمروا نروح نرمدهم في دقيق ونفتحهم على البابي كويسون ونغطيهم بكيس، نغطيهم بنيلون باش يخمروا لكم بين فيه، وتزيدوا لهم طرشونه. المهم ما تحطوهمش برك فوق الرخامه باش يخمروا لكم بين فيه، وحلوهم رقاق باش تجيكم الخبزه تجيكم رقيقه. انا كانت بنتي دارتهم جاوها شويه خشان بصح يعني ما كاش كيما المطلوع يخشين رقيق، المهم تاع الدار وهذيك الريحه تاعو تهبل. هنا جيت نعطيكم فكره على هاد الفرامج اللي انا نشرهم، يجوا يعني هو بنين صح، شويه يعني اللي عندهم لا طونسيون نقول لكم ما تشوش هدايا انه شويه مالح، ولا درتوه ما ديروش كامل الملح في الوصفات
لأنه يعني تحسي بالملح ديالو هو بنين، بصح أنا حسيت به شوية فيه الملوحة. المهم الماكلة تاعكم ما ديرولهاش الملح، هاد الآخر يكفي على يعوّض الملح. وهنا سمحوا لي راني صايمة راني كامل مدوخة. هنا راني نوريكم كيفاش تستعملوه يعني باش ما يقعدش معندشق لكم كيما راكم تشوفوا. أنا النهارات الأولين يعني بناتي داروه، ومن بعد قلت لهم جيبوه لهنا تشوفوا. يعني كشغل يحصلوا فيه هما يديروا ويلصق لهم هكداك. شديته كامل فرغته في هاد لي بوش، ماشي غاليين هاد لي بوش، 1000 راك ولا 500، كاين صغار وكاين كبار. كرّرته كامل عمرته فيه هاد لي بوش هكدا كيما راكم تشوفوا، ونعقد هداك الكيس هكذا تحبطوه قبل شوية وتكرطوه مليح، تجيبو هكذا سباتشويل ولا وتحبطوه كامل لأنه كريمي بزاف. بصح يعني كي ديروه في البوراك ما يطرش لكمش، ماشي كيما تاع هذاك البيدون. تاع البيدون فيه نسبة تاع الماء كبيرة، هذا ما فيهش الماء. هاوليك ما كنتش نحبط ونعقد هذاك الكيس تاعي باش ما يخرجليش لأنه قلت لكم كريمي. بصح يعني هايل بنين هذا تاع وليد ما شاء الله. سوا هو سوا هذاك اللي شريتو داك النهار معاكم في المشتريات. هنا نقطع شويه، متقطعوهاش كبيره، قطعوها غير رقيقه. قطعوا مرسو صغير هكذا باش ما يخرجلكمش كميه كبيره. على بالكم الفرماج راهو غالي، واحد يستحفظ شويه. انا هامليك جاوني هادو، وكما قلت لكم كنا استعملنا منه قبلها. هكذا ديري حاجه نقيه نظيفه. وهاد الكرتونه ما نرميهاش، نعاود نديرهم لداخل. ديرهم داخل خاطش يتخلطوا لي مع المايونيز معاك حاجه كاش كريمه تقعد لي باتيسيير ولا هكذا. خليتهم في الكرتونه تاعهم نقيين وباينين. هنايا عندي السلق هذا، ان شاء الله نشارك معاكم الوصفه بصح نقول لكم على السريع. هذا الدجاج طيبت الدجاج بالبصل، يعني تكثروا البصل، دايروا البصل اكثر من الدجاج. ديروا 4 حبات 5 حبات، ديروهم في الاشواغ وسوهم في الخشين، ماشي ما ديروهمش مايهين. ديروهم في المقله، ديروا عليهم الدجاج قطعوه رقيق، ما ديروش عاشي مرحي، انا ما نحبوش مرحي. ولا درتوه في الاشواغ خلوه قطع هكذاك باش يلبي لكم في الطياب. وممتو الحبه تجيكم واقفه، ما ديروش رقيق كامل مرحي. تخلط هذاك البصل كما قلت لكم، البصل ديروه 3 خطات ضعف تاع الدجاج، وديروا شويه فلفل كحل وشويه ملح، بصح واش طيبوه على نار قاويه باش ما يطلقش الماء. وديروا له الملح فلفل الكحل، هذا ما كان غير التوابل، غير فلفل الكحل برك والملح. ما تكتروش الملح كما قلت لكم، راهو الفرماج هذا راهو فيه شويه ملح زياده. من بعد نطيب تاني البصل السلق وحده. ندير السلق مع البصل، ان شاء الله نشارك معكم الوصفه. ديروا حبه بصل قليوها ومن بعد رموا عليها السلق، وكي يدبل كامل وينشف من الماء ديروا له شويه تاع الملح وشويه فلفل الكحل. انا من الاحسن ما ديروش كامل الملح باسكو الفرماج كيما قلت لكم هو راهو لا درنا في الدجاج الملح والسلق الملح وزيدي الفرماج ملح راح يجيكم البوراك مالح، يعني نقصوا الملح. ومن بعد نفقص لهداك السلق، نفقص له حبابيط باش ينشف. لازم تفقسوا له البيض سينو ما ينشفش، يقعد يطلق لكم الماء ويتشمخ لكم البوراك. وكشت كيما شتوني بلابوش هكذاك عمرت شويه وقفلتهم وقليتهم. هاوليك الخبز، ما حبيتش نطول عليكم في الفيديو. هاوليك الخبز تاعي، قلت لكم بنتي هي اللي كانت دارته. انا دائما نقولها انتي طيبي انتي ديري باش هكذا تشفع الوصفات ما توليش تخاف منهم. ودارتهم شنو خبيزاتهم في الحقيقه رقتهم وما طلعوا جو شويه خشن بصح جو هايلين، جو ما شاء الله جابنين. والدقيق تاني يلعب دور. الدقيق تاع واش يقولوا تاع ماما، دقيق تاع ماما يمد لكم بنه في الوصفات. يعني الدقيق عنده دور باش تنجحوا في الوصفه هذه. يعني اكتشفتها في الديوت، اكتشفتها في البغرير في الخبز. كي يكون دقيق شباب كل حاجه تجي شابه. وهادو هما الوصفات كيما شفتوا. هذاك التاكوس اللي شفتوه كانوا عندي كما قلت لكم وريقات في المجمد، اما لا جبتهم وعمرناهم هكذا. وشنو تناولناهم في السحور، يعني ما قدرناش نتناولوا هذاك التاكوس، خليناهم للسحور. عمرتهم بهذاك الفخص تاع الدجاج والسلق وشويه تاع الفرماج. درنا لهم تاني فخوماج غابي باسكو لي تاكوس يحبوا فخوماج غابي. و... وطيبناهم هكذاك في الطاجين بعد ما طيبنا الخبز. وهاي اللي كشتت حتى اللي نقول لكم جات بزاف بنينه، جات ما شاء الله، جات تهبل والله. غير فريمون ديروا البصل والطوماطيش مع الثوم وهكذا كميه صغيره برك، خلوها تتقلى. وديروا الحرور تاع النافسه اللي هو اللي يعطيها البنه. نقول لكم واش نقول لكم. وديروا لها تاني كزبر بودره، كزبر بودره تنتوين ديروه يجيكم الماكله بنينه. هاوليك الديول تاوعي البوراكات بليتو
شوفوا شحال يجوا خفاف ويجوا مقرمشين، قد ما تاكلوا منهم ما تشبعوهم، يجوا يهبلوا. كاين اللي درتهم في الاير فراير اللي من هيك، لأن الزوج موش يحب المقلي، حتى ولادي ولا موش يحبوا المقلي. وكاين هادوك اللي قليناهم، بصح أنا كي نقليهم نوقفهم في الكسكاس يحبط كامل منهم الزيت. إن شاء الله كيما قلت لكم نشارك معكم الفيديو، إن شاء الله نكون وضحت لكم في هذا الفيديو. فهمتوني؟ زمان كنا نسمعوا غير البوست وكنا نفهموا وكنا نجربوا وننجحوا، والله غير ما شاء الله ما نشوفوش كامل الوصفة وتخرج لنا الوصفة ناجحة 100%، مالغري كنا صغار وكلش، وكان راسنا في الكوزينة وفي الطياب، وتعلمنا بزاف من البوست، من المذياع اللي نقولهم بارك الله فيهم. الحق تاع ربي كانوا يمدونا الوصفات والله غير ما شاء الله ننجحوا فيهم 100% بلا ما نشوفوهم. القلب اللوز تاعي هاوليك اللي شد لي هذا 4 ايام. هذا القلب اللوز درت سنيوه تاع 30 على 40، هذا كيلو تاع السميد. ان شاء الله تاني نشارك معكم الوصفه اللي نقول لكم جات تهبل تاع الوصفه تاع عمي حسن. نقول ربي يحفظك ان شاء الله، وربي يبارك لك في صحتك وفي وليداتك وفيما تسعى ان شاء الله، لانه الوصفه ناجحه. انا في الحق ولا غير كنت ندير هذه الوصفه ما فيه لا سمن لا زيت لا زبده لا والو. على بالكم القلب اللوز الحقيقي فيه غير الدقيق والسكر والماء والماء زهر، هذا واش فيه. وكنت رميت له شويه جوز ولوز مع لاباط الداخل، ما درتش يعني في الوسط، رميت كامل مع الدقيق كامل، خلطته معاه باش يعني وين ترمي المغرف يخرج لك هذاك اللوز والجوز. واحد الكمشه هكذا، واحد 3 مغارف ولا 4 تاع العشاء، اللي نقول لكم جات ريحته وبنته وجا معسل. ونعطيكم تاني نصيحه على القلب اللوز. القلب اللوز ما ينتكلش في نهاره، يعني كي طيبيه في نهار وتاكليه قد ما يقعد 3 ايام 4 ايام 5 ايام قد ما هو اللي يزيد يعطيكم من البنه ويزيد يتعسل، وهذيك الحبه تاعو تشرب. فرق ما بين طيبيه وتتناوليه، زعما طيبيه الصباح وتتناوليه في الليل، ولا تخليه 3 ايام في الفريجيدار ولا يومين، راح يكون النتيجه انجح. على بها هما نهار يطيروه ونهار يطيبوه وغد من داك باش يبداو يبيعوا فيه. على هذاك اللي حنا ما ينجحناش حنايا كشغل نديروه في نهار ونحبوا ناكلوه في نهارو. كل حاجه لازم نعطوها وقتها، وقد ما الحاجه ترتاح وتشرب قد ما تنجح. هذا هو السر تاعهم. السر تاعهم كيخلوهما يبات باش يخرجوه ويبيعوه. وراكم تشوفوا كيفاش قطعتوه، كيفاش جا متماسك وكيفاش جا معسل. هذا اليوم الثالث وانا نقطع فيه، شوفوا كيفاش تبدل، يعني ما بين النهار الاول والنهار الثالث ماشي كيف رجع متماسك. ديروه في الكيسات هكذايا، وان شاء الله نشارك معكم الوصفه ان شاء الله. خاطر انا كي نهار اللي وليت طيبته ما صورتوش، يعني درتو في ليله رمضان في الليل، كنت نجري ونغاول على بالكم نوجد ونخمل. بصح ان شاء الله راهو خلاص لي، ان شاء الله نشاركو معكم كما قلت لكم. قعد لي الخميس والجمعه والسبت والحد. اليوم رانا اثنين، ان شاء الله نعاودو ونديرو معاكم لا غير اقتصادي وخير، يعني من هذاك اللي يتباع دي نطيحوا فيه شباب، دي نطيحوا فيه كشغل قارص، كشغل راكو عارفين رمضان ويحبوا الربح السريع، يبداو غير يطبعوا ما كاش كيما اللي ديريه في دارك. ونجبت لكم يعني السر اللي يخليه لكم ما يقراص لكمش، السر اللي يخليه ما يقراش. انا ما نشتريته كامل في الثلاجه، يعني حطيته غير في الكويزينيير وقعد لي لاباس عليه، ما قراص ما دار ما حتى حاجه. راكو تشوفوا كيفاش جا، قلت لكم اليوم الثالث شوفوا كيفاش راهو يهبل. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. حبيت نطلع عليكم في الحق توحشتكم، وقلت نطلع كل خطره نعطيكم يعني وصفه برك نشارك معكم الطاوله هكذا، ماشي باش نشهيكم يعني سمحوا لي، باش برك نعطيكم افكار نحفزكم نشجعكم الاخوات اللي راهم حايرين اللي كشغل عيانين كشغل بداو يديغوتي، باسكو صح تعب كبير في المطبخ. ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتنا. رانا نتعبوا بزاف في الحقيقه، والله غير نتعبوا لي نخلوها قبل الفطور نكملوها مول الفطور. ان شاء الله في ميزان حسناتنا وبصحتهم وليداتنا. ونقول لكم استنوني الفيديوهات الجايه، ما تنسوش الجيم والكومونتير والبارطاج، وبسلامه.